عارف الشخص اللي بيقضي نص يومه بيشتكي؟ انا مظلوم، الناس جايه عليا، الظروف ضدي، الحظ مش بيساعدني. الحقيقه اللي كتير بيخاف يقولها لك ان دور الضحيه ده اسهل طريقه عشان تهرب من الحقيقه الكبيره اللي هي انك واقف مكانك. الشكوى مش هتغير الواقع، الشكوى هتدي لعقلك مخدر يخليك تعيش في وهم انك مش غلطان وان الغلط كله جاي من بره. الشخص اللي بيسعى ما بيلاقيش وقت يشتكي، اللي بيطور نفسه مشغول بسد ثغرات مش بلعب دور المظلوم. طول ما انت بترمي فشلك على شماعة الناس انت بتدي لنفسك اذن رسمي تفضل فاشل. لو حطيت نفس الطاقة اللي بتقضيها في الشكوى في انك تطور مهارة واحدة او انك تعدل سلوك واحد، حياتك هتتغير 180 درجة. فخدها قاعدة كده، الكون مش بيمشي بالشكوى، الكون بيمشي بالنتائج. عمر ما الناس هتسألك انت مظلوم ليه، الناس هتسألك انت بتقدم ايه. لو مفيش تطوير، مفيش تقدم، طبيعي تحس ان الدنيا جاية عليك، لان ببساطة انت ثابت والكل اللي حواليك بيتحرك. فنصيحة ليك، اخرج من دور الضحية وادخل دور المسؤول. بص في المراية، اسأل نفسك ايه اللي اقدر اغيره في نفسي النهاردة. لو مش قادر تاخد القرار ده يبقى انت مش مظلوم، انت اخترت انك تعيش في قفص شكواك. ركز في ورقتك وابدأ سعي، والنتائج هي اللي هتقول انت مين. سلام.